ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تتابعوني، انا داليا السيد، بقدم لكم محتوى طبخ. لو اول مرة تشوفوا القناة، تنزلوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. النهاردة هنعمل مع بعض محشي الكرنب. هنعمله مع بعض من اول سلق الكرنب لحد الاخر. هنا معايا كرنبة متوسطة الحجم، مش كبيرة ولا صغيرة. انا هنا شلت الراس منها من فوق. هبدأ افكك الورق. هاخد الورق اللي فوق الكبير وهسيب الصغير كله مع بعض. هسلقه مرة واحدة. هنا هاخد الكبير اهو زي ما انتوا شايفين، هفككه بالراحة. هنا الكرنبة معايا صبحة، فبالراحة وانتوا بتفكوها عشان ما تتكسرش منكم. لو الكرنبة بايتة يوم معاكوا او يومين هتلاقوها دبلانة، هتبقى سهلة في التقطيع، بس دي صبحة فخلوا بالكم وانتوا بتقطعوها. انا هنا خلاص خدت كل الورق الكبير اهو. هسيب الحتة الصغيرة دي هسلقها على بعضها. هحطها في المية. هنا معايا مية على النار تكون سخنة مش مغلية. ما بحطش في المية اي حاجة غير شوية ملح. طبعا بغطسه في المية كده بالراحة عشان ما يتكسرش مني. واحدة واحدة هو بيدبل في المية مع نفسه كده، زي ما انتوا شايفين هو بيدبل اهون وبيبدأ ينزل خلاص. وبدل نزل في المية خلاص دبل كده. بقلبه بس، باخد 3 دقايق على الوش ده و3 دقايق على الوش ده وبطلع الورقة. ما بتكاش عليه في السلق قوي عشان ما يتهريش مني. زي ما انتوا شايفين كده طلع معايا هون ماسك بعضه ومش متقطع. انا هنا حطيت الجزء ده كله على بعضه، بفككها واحدة واحدة. باخد اللي على الوش بفضل افكك فيه لحد الاخر، بس اللي انا بفكه ده باخده على جنب كده وبرجع احطه في المية تاني 3-4 دقايق. هنا خلاص خلصت كل الكرنبة معايا وفككتها. زي ما انتوا شايفين كده هشيل العروق منها، العرق الكبير ده، وهقطعها زي ما تحبوا، كبيرة او صغيرة. انا هنا بقطع قطع وسط بحيث تكون المحشية معايا ايه، ولا كبيرة ولا صغيرة، تكون حجمها مناسب. هنا بقطع برضو الحجم اللي انا عايزاه. بحاول اسويها عشان تكون كل المحشي قد بعضه. زي ما انتوا شايفين كده بسويها، يعني ايه، احاول اخليها كل ورقة زي التانية. طبعا ده بيسهل عليا ان المحشي كله يطلع شبه بعضه ويطلع شكله حلو. هنا بقى هعمل الصلصة بتاعة المحشي. هنا معايا زيت. هنا بحط يعني فنجان زيت كده، حبة حلوين، نص كوباية. بقطع فيه قرن فلفل. طبعا الناس اللي بتحب السبايسي ممكن تقطعه حامي عادي، شطة مثلا. انا بحبه بارد فبحط فلفل عادي. طبعا هنا بحط كمية البصل على زي ما انتوا تحبوا برضو. هنا انا معايا 3 بصلات متوسطين الحجم. بقلبها. انا هنا ما يعني بدبل البصلة، ما بخليهاش تتحمر، بحبها متبلة بس. هنا معلقتين صلصة يدوني لون حلو كده ويعززوا الطعم في الطماطم. طبعا انا هنا هستخدم طماطم انا مفرزاها في التلاجة، في الفريزر. يعني هنا كيلو طماطم مثلا، لو انتي هتستخدمي طماطم فريش هتستخدمي كيلو طماطم مضروبة في الخلاط. انا هنا استخدمت كيس طماطم. بعمل الطماطم صلصة على قد استخدامي. هنا هتفك اهيت معايا وهتبقى ايه زي ما انتوا شايفين كده، خلاص استوت خالص ومسبكة. هحط بقى ايه، بابريكا، كمون، فلفل اسود، شوية بهارات، 7 بهارات، ملح ومرقة فورية، بس كده. طبعا المرقة الفورية دي اختياري، ممكن تستغنوا عنها. هنا الرز بتاعي مغسول، هضيف عليه الصلصة. هاخد الاول كده شوية صلصة حلوين عشان نحطهم على وش المحشي. هنا ضفت كل الصلصة معايا المتسبكة على الرز بتاعي. وهضيف الخضرة. هنا انا مستخدمة شبت وبقدونس وكزبرة بس.
هنا الملح انا ما ضفتوش صحيح في الصلصة، انا بضيفه بعد ما بضيف كل الحاجات على بعضها. بقلب بقى مع بعضهم كلهم، بخلطهم، بخلي كلهم متجانسين مع بعض كده زي ما انتوا شايفين. وهنا خلاص الخلطة جاهزة معايا. هبدأ احشي بقى زي ما انتوا شايفين كده. دي طريقتي في المحشي، كل واحد وليه طريقته بقى، ودي الطريقة بتاعتي. هنا انتوا يعني عشان الورق الكرنب يكون مستوي حلو بترصوا، برص رصة وعكسها رصة تانية. هوريكم في الاخر معايا كده بعد ما اخلص الحشو. هوريكم الرصة فوق عكسها رصة تانية زي ما انتوا شايفين كده، عشان هنا الشوربة تدخل هنا كل الاماكن، وتبقى المحشي مستوي معاكم بطريقة حلوة، ويكون دايب زي ما انتوا هتشوفوه معايا في الفيديو كده. هنا انا بحط على المحشي وفي ورق كرنب فوق عشان يكون الورق اللي فوق ما تفكش، يعني الطبق الوش كده ما يفكش. الطريقة دي بتخلي المحشي مستوي، والطبقة اللي فوق ما فكتش معاكو ولا اي حاجة. هنا خلاص بضيف بقى معلقتين الصلصة اللي انا خدتهم في الاول، بحط عليهم الشوربة وبسقي بيهم المحشي. بيخلوا طعم المحشي حلو قوي ولونه حلو كده. طبعا انتوا بتسقوا المحشي لحد بتخلوا الشوربة مساوية الصف الاخير. هنا زي ما انتوا شايفين هفتح بقى كده، هو غلي وانا هديت عليه خالص. احط معلقة سمنة بلدي، دي بتخلي التست بقى في حتة تانية. هنا بقى كان المحشي بيغلي اهو زي ما انتوا شايفين، وانا هديت عليه وريحته كانت قلبة المكان. بس هو هياخد معاكم سوا من ساعة لساعة وربع، وهيبقى دي النتيجة، دايب ومستوي مفلفل من جوه وطعمه تحفة وريحته حلوة جدا. اللي وصل معايا لحد هنا ولسه ما فعلش الجرس ولسه ما داسش لايك ولسه ما اشتركش في القناة، ينزل يشترك. يلا يلا باي.